أهلا بكم في طريقة الإمبراطور، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج الحوت، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الحوت، أنا شايف إن اللي فيه منكم ممكن تكونوا في حياتكم في الفترة الحالية حاسين إن هي مقلوبة أو متشقلبة، أو حاسين إن انتوا عندكم مشاكل كبيرة جدا، أو زي ما يكون في عاصفة كبيرة جدا في حياتكم مش عارفين إن انتوا تتخلصوا منها. سواء كان الأمر ده في حياتكم العاطفية أو في عدة جوانب في حياتكم، منها ممكن يكون مؤثر عليكم أكتر في حياتكم المادية. أنا شايف إن انتوا محتاجين إن يبقى عندكم إيمان بربنا، ما تخلوش الشيطان إن هو يدخل يحبطكم أو يخليكم في وضع يأس، أو في وضع انتوا تفقدوا فيه الأمل. لأن أنا شايف إن الخير هيعم على حياتكم من تاني. اللي فيه منكم ممكن تكونوا عندكم مشاكل مادية، أو ممكن يكون وضعكم المادي مش قد كده في الفترة دي، أو عندكم مسؤوليات أو عبء زي بيزيد عليكم في الفترة دي، والمفروض إن انتوا يعني تتخطوا. لأن أنا شايف إن ربنا هيفرجها عليكم من واسعة، وكل واحد واختلاف حياته. يعني ممكن واحد عايز وظيفة، ممكن يكون ربنا هيرزقكم بالوظيفة اللي بتحلموا بيها. واللي فيه منكم ممكن تكونوا بتشتغلوا هيبقى عندكم ترقية أو زيادة في المرتب أو علاوة. وفي منكم ممكن تكونوا داخلين مشروع والمشروع ده هينجح، أو بتفكروا إن انتوا تشاركوا حد وفعلا هتلاقوا الشريك المناسب، أو هتلاقوا دعم مادي أو هيجيلكم هدية. بس أنا شايف إن في انفراجة مادية حلوة جدا في الفترة اللي جاية ليكم. فاستبشروا خير، لأن المشاكل اللي انتوا فيها دي مش هتدوم طول الوقت أو طول العمر معاكم. هيجي وقت وربنا هيفرجها عليكم. أنا شايف إن ممكن يكون وضعكم المادي مؤثر على حياتكم العاطفية، سواء كان في منكم اللي حاسين إن في حد معجب بيه، حاسين إن في حد معجبين بيه، وممكن يكون الشخص ده مش بيعبر عن الإعجاب ده أو بالحب اللي ممكن يكون بيبادلكم بيه، أو ممكن تكونوا في علاقة حب والشخص ده مش واخد خطوة، يعني مش واخد خطوة الارتباط، أو ممكن تكونوا حتى متجوزين، وبسبب الأعباء أو الفروض اللي الحياة بتفرضها على الشخص ده بيبقى في تغيير أو عدم اهتمام أو عدم تواجد زي الأول. وبالطبع بسبب التغيير اللي ممكن يكون بيصدر من الشخص اللي انتوا مهتمين بيه أو بتحبوه أو بتفكروا فيه، ممكن يكون تفكيركوا بيروح للشك أو للخوف أو للظنون السلبية اللي بتخليكم دايما منهارين، وحاسين إن الشخص ده مبقاش بيحبكم أو مش بيبادلكم الحب زي الأول، أو ممكن يكون اتغير اتجاهكم. أنا شايف إن في حاجات كتير يمكن انتوا بالذات في فترة الليل بتزيد عليكم من تفكير، أو ممكن يكون البعض منكم بيبكي كتير. أنا شايف إن في حاجات كتير انتوا حاسين إن انتوا بتجهلوها أو مش على علم بيها، أو يمكن بتفكروا كتير أو بتدوروا على أجوبة لأسئلة في دماغكم بتدور في دماغكم. بس أنا شايف إن التفكير والإرهاق والانغماس في التفكير السلبي ده مش هيعمل غير إن هو يرهقكم أكتر، أو هيهدم أي حاجة حلوة في حياتكم. بلاش تبقوا مقيدين بكل ما هو سلبي أو بالأفكار السلبية، أو تخلوا الشيطان إن هو يتملك من تفكيركم وخليكم مقيدين أو تحت تصرفه أو تحكمه زي ما يكون بيلعب بيكم. بالعكس، ربنا مميزكم بإن انتوا تميزوا إذا كان الصوت ده صوت إيجابي المفروض تستمروا بالتفكير بيه، أو تفكير سلبي محتاجين إن هو قبل ما يتمكن منكم تطردوه من تفكيركم. أنا شايف إن في كتير منكم في وضع يعني نفسي يمكن متعب أو منهك، بس بتظهروا للي حواليكم إن انتوا مفيش حاجة مضايقاكم، أو إن انتوا كويسين وحاسين. يمكن في ناس كتير حواليكم مش حاسة بالتعب أو بالإرهاق اللي انتوا ممكن تكونوا بتمروا بيه. بس أنا شايف إن بلاش الأفكار السلبية، لأن أنا شايف إن كان جواكوا شكوك اتجاه شخص معين، إذا كان في حد تاني في حياته أو لأ، أو انتوا مش أولوية في حياته، أو مش بيفكر فيكوا أو مش بيحبكوا أو متغير اتجاهكم. أنا شايف إن الشخص ده دايما يعني مهما كان الأمر بيحس إن راحته معاكم انتوا. دايما بيكون يعني بيكون متوجه ليكم انتوا مهما حصل. أنا شايف إن انتوا دايما زي ما يكون بتحبوا الشخص ده لدرجة كتير منكم يمكن بتتمنوا تكونوا معاه بيت أو أسرة أو استقرار أو حياة سعيدة أو هدوء أو سلام مع الشخص ده. بس لازم تكونوا عارفين إن مفيش حياة بدون مشاكل، سواء كانت مشاكل
مشاكل الحياة بتفرضها، أو سواء كانت عقبات يمكن العادات والتقاليد بينكم بتفرضها، سواء كانت تدخلات من ناس انتوا بتعرفوها يعني بتعرفوها أسراركم أو أموركم، أو ناس بتحاول إنها تديكم نصيحة، بس احذروا ممكن تكون بتظهر على هيئة نصيحة لكن من جواها بيكون شر. فخلوا بالكم من الأمور اللي ممكن تكون بتسمحوا بيها بالتواجد في علاقتكم، ويمكن بتعيق إن انتوا تحصلوا على ارتباط أو زواج أو حب شخص معين ويتولد ما بينكم مشاكل أو خناق. أنا شايف إن في حاجات كتير في حياتكم في الفترة دي محتاجين إن انتوا تتجنبوها، منها يمكن إن انتوا يعني تفتحوا شخص ممكن يكون عزيز عليكم في أمور يمكن تكون مش في وقتها، أو تختاروا الوقت الغلط لموضوع مثلا انتوا ممكن تكونوا عايزين تتكلموا فيه. ممكن يكون محتاجين إن انتوا تبعدوا عن أي سلبيات ممكن تكون بتأثر على علاقتكم آه بشخص انتوا بتحبوه. ممكن يكون الشخص ده نفسيا تعبان او متدمر او في حاجات كتير شغلة تفكيره، فبلاش ان انتوا تستنفذوا او ان انتوا تضغطوا عليه زيادة عن اللزوم. خلوا بالكم لان في اجواء كتير ممكن تكون سلبية، محتاجين ان انتوا تخلوا الاجواء دي تعدي والضغوطات دي تعدي، وبعدين اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه او أو تعملوه معاه أو تطلبوه منه تقدروا إن انتوا يعني تقدموا عليه اللي انتوا تطلبوه، وخلاص بقى انتوا استنيتوا الفترة المناسبة أو الوقت المناسب، وجه حان الوقت اللي انتوا تتكلموا في الأمور اللي انتوا عاوزين تتكلموا فيها عادي خالص لما الأمور تهدى ما بينكم. بس أنا شايف إن في حب متبادل، وشايف إن الشخص ده بيفكر فيكم وانتوا شاغلين باله. ولو انتوا تعبانين بسبب ان مفيش حاجة رسمية ما بينكم، او ان انتوا مستنيين حاجة رسمية بقالكم كتير، انا شايف ان الشخص ده هيقدم لكم عرض استقرار وارتباط بإذن الله. فما تقلقوش لان انا شايف ان الشخص ده بيحبكم جدا وما يقدرش ان هو يتخلى عنكم، بس انتوا زي ما يكون بس تعبانين من كترة الافكار والشكوك اللي اتملكت منكم، وانتوا محتاجين ان انتوا تخلى عندكم ايمان بربنا ان اللي جاي في حياتكم افضل باذن الله. لان انا شايف ان هيكون في استقرار في حياتكم اللي جاية وبداية جديدة كلها فرح وسعادة. فتفائلوا خير ان بكرة افضل. انا شايف ان اللي انتوا بتتمنوه هيكون بين ايديكم، فاستبشروا خير. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش اللي انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.